الشاشة دي هايسنز 43 بوصة. لسه مركب لها طقم ليدات اهو. والموديل ده جالي كتير وصادفني فيه نفس المشكلة دي، فعشان كده قلت برضو اعمل لكم فيديو عشان لو حد صادفه نفس المشكل يعرف يعمل ايه. الشاشة ديت بعد ما ركبت لها طقم الليدات لقيت الفولت عالي على الانفرتر. الليدات دي فيها 8 مساطر، المسطرة 5 ليد زي ما انتم شايفين كده، والليد 3 فولت، يعني كل مسطرة 15 في التمانية يعتبر 120 فولت. لقيت الجهد على دايرة الليدات لقيته حوالي 145 فولت، فطبعا الفولت عالي جدا على الليدات. وطبعا عشان تسلم العميل الشاشة على الوضع ده، الليدات مش هتكمل معاه مثلا شهر شهرين ولا حاجة، وهترجع في مسطرة ومسطرتين يفصلوا منهم لأن الفولت عالي عليهم طبعا. فأنا دخلت المنيو بتاع الجهاز، لقيت نمط الصورة مظبوط عادي مفيهوش أي مشكلة، ودخلت على السيرفيس مود. ده نمط الصورة اهوت كله 50%، مفيش حاجة فيه عالية يعني. دخلت على السيرفيس مانوال بتاع الشاشة، وبالمناسبة السيرفيس مانوال بتاع الشاشات الهايسنز بنجيب بنقف هنا على الاوبشن بتاع الصوت وننزل عند التوازن، هنا لازم يكون 0 طبعا، وبتضغط 1 9 6 9 بيظهر لك حرف الام اللي انت شايفه ده. بعد كده بتضغط منيو تاني، ده كده السيرفيس مانوال بتاع الشاشة. بصيت هنا لقيت الاوبشن كله يعني ما فيهوش اي مشكلة، وكله الايام بتاعته مظبوطة ما فيهاش اي مشكلة خالص. فهنقلب الشاشة كده ان شاء الله نشوف المشكلة ديت ونحلها مع بعض ازاي. هنقيس دلوقتي الفولت على سوكت الليدات. انا شغلت الشاشة، الإضاءة شغالة اهي. خدت بالكم يا شباب، يعني حوالي 140 فولت. طبعا القيمة دي عالية جدا على الجهد اللي المفروض يشغل الليدات. والمشكلة دي في دايرة الفيدباك اللي في دايرة الإضاءة، بيبقى مسؤول عنها المقاومتين اللي هم راكبين دول. اكبر لكم شوية، المقاومتين دول، والمقاومتين دول اخضر ازرق ذهبي ذهبي، يعني دي 65% اوم. وبالنسبة لدايرة الانفرتر بيبقى دايرة الفيدباك او التغذية العكسية بتبقى مدموجة في ايسيل انفرتر نفسه، في دوائر الباور زي بتاعة الريسيفر، ومعظم دوائر الباور اللي هي بتاعة الشاشات بيبقى في الفوتو كابلر والتي ال 431 والمقاومات بتاعة التغذية العكسية. فطبعا الحاجات دي كلها مدموجة في ايسيل انفرتر نفسه. المقاومات بس هي اللي بتبقى خارجية زي كده زي ما انتم شايفين. فعشان نحل المشكلة ديت هنفصل مقاومة من دول ونقيس ان شاء الله كده الفولت مع بعض ونشوفه هيتظبط معانا ولا لا. هنفصل اول مقاومة. فصلنا اول مقاومة اهو يا شباب. حاول بس نثبت البوردة تاني عشان نجرب. نوصل باور تاني كده ان شاء الله. بسم الله.
الإضاءة اشتغلت اهي يا شباب. هنقيس كده جهد الليدات، هل اتظبط ولا لسه عالي. خدتوا بالكم كده يا شباب، الفولت قل معانا ل 125 124 فولت. في الاول كان 139 140 فولت. فطبعا احنا المقاومه التانية احنا ما ينفعش نلغيها ونقلل الفولت عن كده، عشان الليدات طبعا ما تبقاش ضعيفه. يعني كده يعتبر القيمه مقبوله شويه، ودي طبعا حاجه تطول عمر الليدات مع العميل، عشان بعد شهر شهرين ما يرجعلكش تاني ويقول لك ده الشاشه فيها مشكله، او الليدات اللي انت ركبتها وقفت او باظت تاني. فالموديل ده بالذات بعد ما تركب طقم الليدات بتاعه لازم تتمم على الفولت بتاع الليدات. ومش شرط الموديل ده، اي موديل تاني بعد ما تغير اي مساطر الليدات لازم تشوف الليدات قيمتها قد ايه، وتقيس الخارج بتاعها على المذر بورد، سواء كان في كارتة الباور او سواء كان في البورد اللي هي ال3 في 1 اللي بيبقى مدموج معاها الباور والانفرتر. الحاجات دي هتفرق كتير قوي في شغلك. واحنا كده شغلنا وقسنا الفولت الحمد لله. نيجي نبص كده بصه سريعه على الشاشه. اتاكد من الاضاءه اهي يا شباب، الاضاءه تمام ومفيهاش اي تغيير. نقيس الفولت تاني. زي ما انتم شايفين كده 123 124 فولت بالكتير. حبيت اقول لكم بس المشكله ديت لانها صادفتني كتير في كذا موديل، بس الموديل الهايسنس ده اكتر. ويا رب نكون استفدنا من الحلقه، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.